أهلا بكم متتبعي أخبار المنتخب الجزائري. حدث هذا خلال اجتماع رئيس الفاف بالمدرب بيتكوفيتش تحويل رياض محرز إلى الاحتياط بداية من تربص شهر أكتوبر أمام الصومال وأوغندا. بيتكوفيتش يقرر التخلي عن بن رحمة وزرقي بطلب من وليد صادي. المصدر موقع وين وين. بيتكوفيتش يجهز لثورة في صفوف الخضر قبل كأس أفريقيا في المغرب. تترقب الجماهير الجزائرية ما ستسفر عنه ملامح معسكر المنتخب الوطني المقبل، بعد أن كشفت مصادر خاصة للموقع الرياضي الشهير وين وين أن الناخب الوطني بيتكوفيتش يستعد لإحداث تغييرات على تشكيلة محاربي الصحراء قبيل مواجهتين الحاسمتين أمام الصومال وأوغندا ضمن تصفية المؤهلة لكأس العالم 2026. ورغم أن المنتخب الجزائري قد حصد 4 نقاط من مواجهتي بوتسوانا وغينيا ويكفيه فقط 3 نقاط إلى التأهل، لكن الأداء متذبذب فتح أبواب الانتقادات على مصراعيها ضد بيتكوفيتش الذي اتهم بالجمود التكتيكي ومحاباة بعض الأسماء مقابل تهميش أسماء أخرى مثل إبراهيم مازا وأنيس حاج موسى. موقع وين وين أشارت إلى أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي عقد اجتماعا طارئا مع بيتكوفيتش بعد لقاء غينيا خصص لمناقشة حصيلة التربص الأخير والأداء المقلق للخضر. الاجتماع انتهى بتجديد الثقة في المدرب السويسري، لكن مع تأكيد ضرورة القيام بتغييرات ملموسة في التشكيلة. المصدر ذاته أوضح أن بيتكوفيتش اقتنع أخيرا بضرورة إعادة النظر في خياراته، وأن بعض الأسماء المعتادة قد تجد نفسها خارج الحسابات، على غرار بن رحمة رمز الرقي وحتى رياض محرز الذي يفقد مكانته كلاعب أساسي غير قابل للنقاش. غير أن التغييرات حسب المصدر لن تكون جذرية، إذ يسعى المدرب إلى تحقيق التوازن بين ضرورة ضخ دماء جديدة وبين ضمان النقاط 3 الحاسمة للتأهل.